بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم يا صبايا، رجعت لكم بفيديو جديد. طمنوني عنكم بالتعليقات، شو أخباركم؟ اليوم رح أشارك معكم طريقتي بالكيك. هاي بقولوله ريد فيلفت أو الكيكة الحمراء، يعني هو الكيك بيكون لونه أحمر والحشوة بيضة. بس هيك بالبداية خلونا نكسب الصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كنتوا أول مرة بتشوفوني لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وطبعا المشتركين من قبل لا تنسوا تدعموني بلايك وهيك تعليق حلو مثلكن. يلا نبلش الفيديو. هلأ هون أخدكم معي مشوار صغير على الماركت. جبنا كم غرض يعني كانوا لازميني. فوالله رحنا هيك تمشينا شوي. بعدين دخلنا على الماركت، صرت أجيب الأغراض اللازمين يعني لرمضان وغير رمضان. هون صرت أجيب ماجي وشعرية وهالقصص مشان الشوربة، بتعرفوا انتو. وجبت كمان معكرونة، وهون كنت عم باخد سلوفان. ومشان السمبوسك هون جبت عجينة اليوفكا، هاي المثلثة كتير طيبة وأطيب من يعني من العجين. هلا أنا حساوي الاثنين بصراحة، حساوي عجين وحساوي هاي. إنه بحب أشكل يعني. المهم هون كنت عم بفرجيكم قسم العطور والمنظفات والعناية بالجسم. والله بعد ما خلصنا رجعنا على البيت، طبعا ما طولنا لأنه كبسة المطر، فلسه ما كنت خالصة كل أغراضي. كان في يعني كان بدي أغراض من محلات تانية، بس إنه كبسة المطر قلت له جوزي خلص بكرة أنت بتجيبهم معك وأنت جاي. رجعنا على البيت، طبخت بازيلا ورز. طبعا ما صورت لكم الطريقة لأني كتير سهلة. هون كنت هيك عم بزين تزيين بسيط. بعدين تعشينا الحمد لله رب العالمين. وقلت أبلش بالكريمة. هي الكريمة كريمة باستا. هلا الكريمة بشكل عام انه تخفقوها بالمي احسن بكتير من الحليب، بس انا ما حبيت يعني اخففها كتير، فخلطت بين المي وبين الحليب. هن كاتبين على الظرف انه لازم كاسة ونص حليب نضيف لكل ظرف، بس انا ضفت بس كاسة لاني بدي اياها سميكة. يعني الموديل بدي اسويه انا الكيك المكشوف، فالحشوة بتكون باينة، فلازم تكون يعني ماسكة حالها منيح مشان ما تسيح. لهيك حطيت بس كاسة لكل ظرف. طبعا ريد فيلفت هو أصوله الحشوة بتكون بكريمة الزبدة ومخلوطة مع جبنة كريمية، بس والله أنا حسيتها كتير تقيلة، يعني قلت أسويها بكريمة باستا أخف. انتو على ذوقكم، بتحسنوا تساووا بهاي الحشوة، بتحسنوا تساووا يعني مثل ما أنا عملت بكريمة الباستا. كنت حابة أنزل لكم هذا الفيديو من قبل، بس والله ما ردت يعني مثلا أساوي كيك أو هيك نسهر أنا وجوزي بأيام فضيلة، خصوصي النصف من شعبان. وخصوصي واحد صايم وهيك، فما بحس أجواء خرج إنه سهرة وكيك وهالقصص. فوالله أجلتها للعطلة، قلت هم إنه بكون عدينا النص من شعبان، وهم إنه بكون يعني إنه بعطلة جوزي. لهيك والله أجلتها. بس يعني هاي الكيكة بشكل عام مناسبة غير مناسبة كتير طيبة، بنصحكم تجربوها. هلا هاي الكيكة ما رح اعملها معكم هلا الخبز، يعني ليش؟ لاني عملتها معكم من قبل فيديو. رح احط لكم الرابط بالوصف. يعني مشان ما اطول الفيديو عليكم، وانا اساسا عملتها معكم. لهيك يعني اختصرت هاي النقطة. بالنسبة للملون لازم تجيبوا ملون طعام، يعني نفس الوصفة اللي حيطتها أنا اللي راح احط لكم يعني بالرابط نفسها، بس انه زيادة بتضيفوا ملون طعام وكاكاو. يعني الطحين انا هنيك بهديك الوصفة عملت الكيك فانيلا تمام، فالطحين شط حطة انا 250 جرام، انتو ما بتحطوا 250 جرام، بتحطوا 220 جرام و30 جرام كاكاو وشوية ملون، بس هيك. ايه وبتخفقوا كالعادة. هون عملته قلت لكم قبل بيوم. سويته مربع، بس يعني هلا رح اقصه على شكل قلب. اول شي قصيت ورقة زبدة مشان هيك ارسم شكل قلب. طبعا رسمته على ايدي القلب مثل ما لكم ملاحظين. سويت الطرفين مثل بعض عشان يطلعوا اثنيناتهم مثل بعض، يعني قصيت اول طرف بعدين طعشت القلب
يعني سويته طاقين، بعدين قصيت الطرف التاني مثل الأول مشان إنه يطلع متساوي، وحطيت ورقة الزبدة على الكيك وصرت أقصه بهي الطريقة. طبعا هدول الزوايد أنا ما بكبن، بسوي فيهم راس العبد. هلا بخلط شوية كريمة مع هذا الكيك وشوية حليب، وبحسن أحط له كمان شوية نوتيلا. فإنه يعني بيطلع كتير طيب بنفس الوقت، يعني حرام ما بهدر كيك. هلا هون أنا تقصدت أساوي كمية قليلة من الكيك وكبرت القالب شوي لأني بدي أساويه بس طبقتين، يعني مالي حابة أساوي إنه هيك كيك نظامي إنه 3 4 طبقات. لهيك قللت كمية الكيك وكبرت القالب شوي. أنا القالب عندي بتكبر وبتصغر، مشان إنه يطلع بس طبقتين، ما إنه يطلع أعلى من هيك. انتوا إذا عندكن قالب على شكل قلب يعني بكتير بتهونوا عليكن، أو حتى يعني ما فيكن تتقيدوا وتعملوا على شكل قلب، بس إنه على شكل قلب بيطلع أحلى. فإنه إذا عندكن قالب بيكون أريح لكن. أنا هون ما عندي قالب لهيك مضطرة إنه أقصه على إيدي، بس إنه طلع حلو نوعا ما، يعني مو بشع، يعني كأنه قالب. هون بعد ما خلصت قص الحواف صرت بقى أظبط شكله، يعني طلعوا من الجناب هيك صاير ساوي مستقيم يعني. فصرت أعمله شوية هيك قنطرة وأشيل هدول الزوايد مشان إنه يزبط شكله أكتر. هلا هذا الكيك المكشوف حلاوته إشو؟ حلاوته إنه ما بياخد كتير شغل، يعني مو مثل مثلا الكيك العادي. وبدك مثلا أول شي تحشيه تحطيه بالبراد، ترجعي تغلفيه ترجعي تحطيه بالبراد، ترجعي مثلا إذا بدك تحطي جناش أو بدك تحطي مثلا طبقة تانية كريمة بدك تغلفيه مرة تانية مشان إنه يكون مستقيم منيح. كمان بدك تحطيه بالبراد، يعني أقل شي بياكل معك شغل يومين. بس هاي الكيكة المكشوفة، يعني الحشوة المكشوفة هلا بتشوفوا شكلها سهلة ما بدها شي يعني. بس يعني حتى الكيك أنا بخبزه قبل بنهار مشان إنه أشيل عني شغل، عرفتوا؟ بس انتوا بتحسوا مثلا تخبزوه من هون تستنوا لحتى يبرد، بس برد بتساووا الكريمة وتزينوه خالصين. مثل ما شفتوا يا صبايا قسيت أول طبقة. أنا عندي هذا المنشار اللي بيقص الكيك لطبقات، كتير بيريحكن، يعني أحسن بالسكينة وبطلع الطبقة فرد سوية. قصيت أول طبقة وهون عم بقص تاني طبقة. طبعا أنا عم بشيل هذا الوش تبع الكيك، هاي زفرة البيض بقلولة لازم تشيلوها من الكيك. بتعطي طعم ما كتير إنه منيحة ما طيبة بالكيك، لهيك لازم تشيلوها. أنا هون كنت عم بشيلها وعم بظبط شكله منيح، بقص مثلا بشوف في زيادة بشكل القلب فإنه عم بقصه. هلا طبعا الكريمة قلتلكم بدكم تحطوها بالبراد مشان تبرد منيح وانتوا عم تشتغلوا فيها انه بتكون هيك ماسكة حالها. هون بالنسبة للقمع انا ما عندي قمع هيك مستقيم، هو لازم مستقيم بدون يعني هدول الحزوز. انا ما عندي، فلقيت اقرب شي انه مثلا الفتحة كبيرة انه هاد. فوالله حطيته وصرت هون اعبي الكريمة. طبعا قبل ما احط الكريمة لازم اسقي طبقات الكيك بشوية حليب، وبتحسنوا تحطوا مع الحليب نسكافيه، بس انا النسكافيه هون كان خالص من عندي فانه اكتفيت بس بالحليب. بتسقوه بس انه ما كتير، يعني مو بشكل مبالغ فيه. هلا هون انا كنت عساس عم بصور وكل بالي عم بصور، فطلعت الذاكرة اتملت وبطل يصور وانا مأمنة انه اساس عم بصور. المهم هلا انا حساوي لكم تاني طبقة مثل اول طبقة بالضبط، يعني اول طبقة عملوها نفسها نفس هلا هي تاني طبقة، بس هيك كريمة بتعملوا هيك مثل ما انا عم بعمل هلا يعني. هيك بتكون تاني طبقة. يعني قلتلكن كتير سهل وما بياخد شغل وما بياخد وقت وبنفس الوقت شكله حلو. شوفوا هنا بحط الكريمة قد ما انه ماسكة حالها فعم تطلع معي عم تنشال، بس ما في مشكلة عادي، يعني هيك تكون احسن ما تكون انه سائلة وهيك تدوب. هلا لو في هون فراغات شوي بتحسنوا تعبون بالكريمة، وبتحسنوا كمان تعرفون فاضيين مثل هنيك هالطرف هون، فانا عرفته فاضي ليش؟ لانه هلا مو رح احط الفريز وازينه وهيك، فانه عادي هدول رح يتغطوا. وهيك بعد ما خلصت الحشوة هلا هون جبت شوية فريزات صرت اقسمهم بالنص. طبعا الخضار ما تشيلوه لاني بيعطي منظر حلو بالكيك، يعني بيكسر شوي اللون الاحمر.
هون بقى أنا صرت أحتار وين بدي أحطّن، شلون رح أزينُن، لإني ما يعني أنا وقت اللي بازيّن ما بكون في شي ببالي، يعني بنفس اللحظة أنا إنه باقعد باخترع موديل، فأنا هون كنت عم باجرّب هيك أحلى والّا هيك أحلى، لهيك بتلاقوني مترددة ما رأسًا باحط يعني القطع. هيك حسّيت إنه حاجته فريز يعني ما بدّه أكتر مشان ما يتعجّق. كان في عندي جيلاتينات على شكل قلب، كتير حسّيته إنه بيلبق مع هذا الكيك وبيطلع حلو، وفعلًا طلع كتير حلو. كان كمان عندي جيلاتينات غير موديل هيك مستطيلات كمان حطيتن. فوالله يعني انتوا بتحسنوا تزينوا يلي بدكن يعني يلي حابينه، بس يعني أنا هذا المتواجد عندي وهذا اللي زينت فيه. خبروني بالتعليقات إيش أجاكم هدايا. أنا والله جوزي جاب لي باقة ورد لأني بيعرفني كتير بحب الورد، وجاب لي عطر، وأنا جبت له سماعات كان لازمه سماعات، السماعات اللي عنده خربوا فقلت بجيب له سماعات. هلا أنا عشان ما تفكروا إنه أنا بحتفل بعيد الفالنتين وهيك قصص، هلا أنا ما إنه احتفال، بس يعني أنا بحب أستغل أي وقت أي فرصة مثلا إنه أكسر فيها الروتين أنا وجوزي. عطول مثلا بحب أساوي سهرات كيك، بساوي مناسبة وبلا مناسبة. فقبل ما أكملكم حديثي هاي نهاية الكيك هيك. النتيجة النهائية خبروني بالتعليقات إذا حبيتوه ولا لأ. المهم وين كنا يا صبايا؟ ايه هون صورت لكم سهرتي الحلوة مع جوزي، وهيك مع شكل الكيك مع الشموع وهالأجواء كتير طعمته طيبة بنصحكن فيه. هاي هي الباقة اللي جابها جوزي. المهم فأنا عم بقلكن إنه أنا ما بحب أحتفل، بس بحب أستغل الأوقات إنه أكسر فيها الروتين أنا وجوزي، لهيك بحب أساوي يعني هيك قصص. هدول هن السماعات اللي جبتهم لجوزي وبس. والله خلصنا الفيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا هيك انبسطتوا واستمتعتوا، واستودعكم بأمان الله، ويلا سلام.